عارف ان سرطان القولون بقى تاني اكتر سبب للوفاه بالسرطان في العالم، والمفاجاه انه مبقاش ليه اي اعراض في الاول. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. شهر 3 هو شهر التوعيه، عشان كده لازم نتكلم بصراحه. ارقام سرطان القولون بتزيد وفي ازدياد مستمر، والشباب للاسف بقوا في الدايره. بس ليه نستنى لما نتعب؟ الفحص المبكر مش رفاهيه، ده حرفيا منقذ حياه، بس لو اكتشفناه بدري. نسبه الشفاء بتعدي 90%. نبدا من سن كام؟ الجامعات الطبيه دلوقتي بتنصح بالبدء في سن 45 سنه، ولو في تاريخ مرضي في العيله يبقى قبل كده كمان. الموضوع بسيط، بنبدا بتحليل دم خفيف البراز مره كل سنه، او منظار قولون، وده بيبقى الكل في الكل لانه بيشيل الزوايد قبل ما تقلب بمشكله. نحمي نفسنا ازاي؟ طبق سلطه محترم، خضار وفاكهه زي البرتقال، قلل اللحوم المصنعه، بطل سجاير، والرياضه هي صاحبتها. صحتك امانه، الفحص مش بيخوف، المنظار ده اجراء بسيط جدا بيتم ببنج موضعي. اطمن، لان الاهمال بنفسه هو اللي بيخوف. لو عجبك الفيديو سيفه وابعته لحد غيرك عشان نزود التوعيه بالكشف المبكر عن سرطان القولون في شهر 3.